السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام عليكم ورحمة وبركاته. الله تعالى اللهم صل وبركاته. اللهم وسلم صل وبارك على محمد وسلم وعلى وبارك آل على محمد سيدنا محمد كما باركت على كما إبراهيم باركت على وعلى آل إبراهيم وعلى إبراهيم آل في إبراهيم في العالمين إنك العالمين حميد مجيد. إنك حميد مجيد. النهاردة يوم جديد النهارده يا وفيديو جماعة جديد، يوم جديد وجاي لكم بفيديو وفيديو جديد جديد خالص جايين لكم عن تسميد بفيديو كله القمح أبيض وخير اهوت، بعد ويوم ري أبيض علينا المحاياة. وسما أول بيضة ري في علينا. القمح سنة بعد رية المحاياة. 2026 هتبقى سنة إن شاء طبعا الله ده بيضة يا علينا جماعة وعلى المسلمين تسميد يا رب العالمين. سماد اللهم اجعلها بيضة علينا اليوريا وعلى أو أمم بنسميه المسلمين باللغة المصرية وعلى بابا الأمم بتاعتنا انت بتقع من المسلمين كام؟ يا رب كيماوي. العالمين. فطبعا النهاردة احنا جاي لكم بفيديو إن شاء الله تعالى بنجيب الكيماوي بالطريقة بنبذر اللي انتوا شايفينها ديت سماد اليوريا وبنشيله اهوت زي ما انتوا شايفين كده، للقمح اهو. ونبدأ نرش الكيماوي يدوي اهو. بعد الفيديو بتاع امبارح ان شاء الله هنبدأ بنبدأ نقول نبذر توكلنا على الله، اهوت زي ما انتم ونبدأ شايفين كده. نرش الكيماوي الفيديو بتاعنا بالطريقة اليدوي دي. القمح زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي أول خد تسميدة بالكم ان انا هنزل في الارض هيئه للقمح واسلام مش أهو. هيعرف ينزل نبدأ ورايا. من على الجسر زي ما بالكم انتوا شايفين كده، في وقت ونبدأ مش نوزع هتسمعوا صوت الريش، الكيماوي على الأرض كلها ولذلك عشان النبات ياخد احنا هنحاول نتكلم شويه بكميات كده قبل ما انزل، متساوية. ده وبعدين احنا نسيبكم بنسميه بضير الكيماوي تشوفوني واحنا زي ما شغالين انتوا في شايفين الحل كده ده. احنا فلاحين يا اهو. جماعه توكلنا على الله. ما بنتكبرش على حاجه طبعا خالص، احنا بنعمل كل حاجه في مدخلين ايدينا صوت يا جماعة الحمد على لله. الفيديو وربنا يدينا لان الصحه ويديكم الصحه يا رب طبعا العالمين. ما ينفعش لان الارض مروية، واهو وما ينفعش زي ما كان انتم شايفين اسلام ينزل ورايا بنبذر يبقى قريب مني يعني، فهو بعيد بصور وبعدين دخلني الصوت عليه مرة تانية. طبعا. طبعا زي ما انتم الكلام ده النهارده يا متعودين جماعه انا بتكلم على طول مباشر، ما بدخلش صوت. بس الفيديو ده دخلنا عليه صوت اضطراري يعني عشان آه، تبقوا عارفين بالظبط ايه آه، احنا عملنا ايه بالظبط، وما تبقوش مستغربين للحكاية يعني، عشان يبقى الصوت واضح. لان كان لو هو نزل كان يبقى الصوت بعيد ما يبقاش واضح قوي، والارض كمان مروية هينزل ايه يتلبس طينة وبتاع. فاحنا روينا تاني يوم الري بدرنا الكيماوي بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت اليدوي، وبنبدر بيكون ايدك توزع الكيماوي بطريقة متساوية على الأرض كلها عشان النبات ياخد بكميات متساوية، ما يبقاش في مكان انت انا حاطط جايبك فيه يا كتير عم. والتاني ما وصلوش أي أسمدة خالص. زي ما انتوا شايفين كده الناس اهي كل واحد شغال في أرضه يا جماعة، بيتعب وبيجتهد اهوت عشان لقمة العيش، وكله بيجري آه، من أجل لقمة العيش، وعشان ربنا يرزقه ويرضيه ويكرمه في أرضه، وربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا يا رب. ادي شغل الفلاحين زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا الفلاح ده هو عمود الفقري للدولة. طبعا مصر قائمة في المقام الأول على الزراعة. طبعا بنشكر الزراعة قناه هي أهم الرئيس حاجة من جميع انحاء بالنسبة لمصر. الوطن العربي الكبير. بعدين الزراعة بيجي منها الصناعة، بيجي منها عامل لي التصنيع، بيجي مفاجآت منها التصدير وبيتمنوا لنا الخير والكلام واحنا من دي. بنتمنى لهم الخير والله. لولا الزراعة ما كانش وبنتمنى هيبقى لهم في كل صناعة. الخير. الزراعة هي بداية كل شيء، وهي اللي بيطلع منها بقى التصدير. طبعا مصر ما بتصدرش قمح، لسه ما فيش عندنا اكتفاء ذاتي من القمح.
يدوب احنا لسه عايزين بنعمل نص اكلنا او زيادة عن نص اكلنا شوية. ربنا يكرمنا ويوفق القائمين على الدولة، ينزلوا لنا أصناف بجودة عالية شوية، ونوسع الرقعة الزراعية شوية عشان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من القمح، ما نحتاجش لأي حد خالص. نبقى أما يكون إن شاء الله يعني أما يكون عندنا قمح يكفينا، أو إحنا بنسميه غلة تكفينا، هنبقى أسياد قرارنا. وإحنا أسياد قرارنا يعني في الأول والآخر إحنا بناخد قرارنا من دماغنا الحمد لله يعني. بس لما يكون أنت عندك اكتفاء ذاتي من القمح، خاصة القمح يعني أفضل وأحسن. طبعا إحنا دي أول تسميدة للسماد زي ما انتوا شايفين كده. بعد من 30 يوم ل40 يوم بعد الزراعة على هواء أرضك طبعا إن كان فيها حسب صرفها، إن كان الأرض ورا ذرة ورا قطن، بتبقى إيه بتحتاج تتروى بدري شوية. لكن ديت عشان أرض كانت رز، فأرض الرز بتبقى ساقعة شوية، وبعدين نزل مطر، فبيبقى ايه صرفها مش جيد شوية، تبقى أرض ساقعة. فأنت بتضطر تستنى من 35 ل40 يوم على ما تنزل أول مية عشان تسمد أول تسميدة. دي احنا بنسميها بنشتي القمح. هنا احنا بنسميها باللغة بتاعتنا الريفية المتعارف عليها بينا يعني اسمها بنشتي الغلة. ولكن الاسم العلمي هي أول رية بعد رية المحاياة، من 35 ل40 يوم على هواء تربة الأرض أو نوع الأرض اللي انت بادر فيها القمح بتاعك. طبعا نوع التربة ديت تربة طينية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا برضو بنوجه لكم نشير لكم يعني ان نوع التربة ديت تربة طينية، وفي تربة طفلة بيضة وطفلة سمراء وطفلة حمراء وأرض رملية. فاحنا نوع التربة ديت تربة طينية، بيكون الأرض بتاعتها تقيلة شوية مش خفيفة، فبتغيب في الأيام على ما ترويها. لكن ما تكون الأرض خفيفة، الأرض دي بتعطش بسرعة وتعوز ترويها بعد زمن قصير. ده الفرق بين نوع التربة من التربة التانية يعني. واعذروني يا جماعة أنا بكلمكم باللغة اللغة العامية عشان تبقوا الكلام واضح يعني. لكن وده طبعا البصل اللي احنا زارعينه قبلها بيوم، ننزل عنه فيديو واحنا بنزرع فيه اهوت. بصل ما شاء الله اسبوع زمان 10 ايام هتلاقي وضعه اختلف. حلوة. زارعينه اهو على الجسر اهوت. ما بنخليش اي مسافات قوية خالص وبرش ولا اي مكان قوي. فاضي في الارض. ازرع في الارض كلها، كده ما تخليش خلص. ولا اي مكان في الارض خالص خالي، بحيث وانت مروح تاخد كل حاجة لبيتك، ما تحتاجش حاجة خالص، وبيتك تكفي بيتك. ارضك اهيت الارض كبيرة لسه والحمد لله، هتعمل ونعم ربنا علينا كتير. آه، وتستغل المساحة اللي ربنا عطاها لك ديت وتزرع فيها كل شيء في البيت. طبعا احنا خلصنا اول
حجر كده، ده تكملة الفيديو وبدأنا التاني. نجيب الحجر التاني وادي الحاج عوض، الحاج وبنبدر عطية هناك اهوت بالطريقة بيرش اللي انتوا شايفينها بطاطس، ديت. طبعا يا فمش جماعة في هنقدر خرطوم باين على الأرض اهوت. طبعا ده نروح الأرض نساعده. اللي جنبنا ديت أرض بطاطس، احنا عايزين اللي اللي هي لسه يساعدنا. سمرة دي، مش اللي بترش فيها الوقت ديت. في ابويا حتة اهوت بين الخضرة بيرش موي سماد والقمح الارض. اهي باينة اهيت. ده الخرطوم اللي حاطين فيها بطاطس، طبعا انا اللي زارعينها على بصور خراطيم. اسلام عوض. فطبعا الأراضي دلوقتي احنا اهو في العرو اهو الشتوي، والبطاطس منها دي بقى صيف يعملها وشتوي، بالطول. واحنا حاليا في العرو الشتوي. ماشي ماشي، والقمح اهوت هيعملها بالطول في نفس العرو يعني. زي التانية، ياخدها وشين، وان شاء الله وش كده ربنا ووش كده، يكرمنا اصله ما عادش ويكرمكم. غير حجر. وطبعا بنقول لكم كل عام وانتم بخير. النهارده اقول لك الف نص سلامة يا. رجب، وبعدين ان شاء الله هيحل علينا نقول لك يا بنت، شهر شعبان، ما وبعد كده علينا. شهر ابويا رمضان اهوت ان شاء الله. هيركب صوت طبعا ربنا على الفيديو. يكرمنا ويكرمكم، وكل عام هنتكلم وانتم براحتنا بقى، بخير. اصل انا بتحرج واحنا في ايام مفطرة يا جماعة. اطلع واتكلم ربنا وكده على يبلغنا اليوتيوب. رمضان يا رب، بتحرج، بلغنا رمضان يا رب. حكاية بتحرج بقى. وطبعا بنشكر يا صحابي اخواتنا بقى ومش عارف وحبايبنا ايه يفضلوا يقولوا لي انت بتطلع على اليوتيوب واشقائنا في الوطن ومش عارف العربي ايه وكده، الكبير. ومعايرة الصحاب دي بنشكرهم يعني شكر من حاجة أرض صعبة. مصر إلى جميع لا يعملها وشين، الأراضي هيعمل طول العربية واحدة من بالطول، الفرات والوش التاني يعني إلى هو كده النيل. يعمل طول الأرض، طبعا من ربع طول الأرض، العراق يرجع لسوريا ياخدها تاني. للجزائر للمغرب، ليبيا، السعودية، لفلسطين كان بيعملها الحبيبة، من الأول لجميع الأرض تاخد الدول العربية صح، بعد كلها، كده بقى يعملها وجميع بالطول، أنحاء أصله ما عادش الوطن غير حجر. العربي، وجميع أنحاء العالم. وإحنا عايزين منكم المزيد يا جماعة. اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد مننا، ونكبر بيكو، وإن شاء الله نحقق الشروط ونحتفل مع بعض. وطبعا احنا مر لسنة علينا في قناتكم يوميات عوض ماضي، مر سنة. بقالنا أسبوع هو تعدى علينا سنة، وإن شاء الله العمر الطويل لنا وليكم يا رب. وزي ما انتوا حضراتكم شايفين اهي، أرض مصر كلها حتة أرض الأرض خير وأرض بتاعتي أنا مباركة، عاملها لنفسي. وكلها خضرة. أبويا بتوصي وطبعا بيها بشوية عشان إخواتنا بتوع بتاعتي تونس هيزعلوا من طبعا إن بقى، إحنا بنقول مصر الخضراء. ولازم بعد هم طبعا الحصادة الغلة عندهم ده أجيب تونس خس الخضراء برضو، وإحنا وأعمله عندنا مصر جرجير الخضراء وحاجات هي حلوة. مزروعة كل شيء من خيرات ربنا أهو. وطبعا بنبذر بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وبنوزع الأسمدة بكميات متساوية كده على الزرع كله. ده طبعا دي أول تسميدة في بالنسبة هاي أهو. للقمح يعني. وادي يا جماعة اهو، الناس كلها هي شغالة في أراضيها، هي بتجتهد وبتتعب عشان من أجل لقمة العيش، وعشان يقدروا يعيشوا في الأيام اللي احنا فيها ديت. وبنشكر وزارة الزراعة إن هي موفر لنا الأسمدة الزراعية ديت، مدعومة طبعا. وبس احنا
بنشكرهم، ولكن بنتمنى ان هم يوفروا لنا الأسمدة ديت في وقتها المحدد، لأن في أوقات بتنزل ما هياش في الوقت المحدد بتاعها، فاحنا عايزينهم ينزلوها بدري شوية عشان كل واحد يقدر يحط السماد بتاعه في أوانه، ما نتأخرش عن القمح عشان ياخد الجرعة في الوقت المحدد بتاعها. وطبعا القائمين عليه وزارة الزراعة فاهمين ابا الكلام اللي أنا بقوله ده انت لسه كويس، تعمل لي السباق ده؟ وأكيد تعمله هياخدوا ازاي بقى زي الكلام الكيماوي كده؟ بعين الاعتبار. تعمله كده زي الكيماوي؟ ويمكن يعني بيحصل سهو أو آه، تأخير في أي حاجة إحنا ما نعرفهاش، بس إحنا بنرجو منهم إن هم يعجلوا شوية وفي الصرفيات ويعطوا لنا في المواعيد المحددة. وبنشكرهم طبعا إن هم عليهم ضغوط كتير وبيوفروا لنا الكميات ديت، وكميات كبيرة يا جماعة، لأن أرض مصر أرض رقعة زراعية كبيرة جدا. وطبعا الله يكون في عونهم على ما يوفروا الكمية ديت. يعني بتتطلب منهم مجهود كبير على ما يقدروا يوزعوا على الجمعيات الزراعية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. طبعا احنا بنشكرهم من خلال القناة بتاعتنا، وهم ما بتأخروش عننا في أي شيء. طبعا اهو البصل اسلام بيحب البصل وبيرجع تاني يرجع يجيب عليه، بياخد لقطة عليه كده. فاحنا بنشير لكم على بنوصف الصورة اللي قدام مننا بقى، لان احنا مدخلين صوت عليه، فكل ما بتيجي حاجة احنا بنعلق عليها عشان ندخل الصوت زي ما حضراتكم شايفين كده. اهوت بنبدأ رشينا احنا في الارض كلها بكميات متساوية اهوت، ومعانا كمية بسيطة. هنبدأ زي ما انتوا شايفين كده، نبدأ نخش في نص الارض كده ونوسع الخطوة شوية، بين فاصل بين الوش ده والوش ده. فأنا قلت ممكن يكون في حاجة معدياني، فأمشي فيها أشعر لها كده بإيدي وأنا ماشي، عشان ما يتبقاش أي من الأماكن خالص ما يكونش مش واصلها أسماك زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بنشكركم ونتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق يا رب. وطبعا بنشكركم على مشاهدتكم للفيديو بتاعنا ديت. وطبعا الفيديو قرب على النهاية. دمتم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم.